ايه هو السبريد في الفوركس وازاي بيتم تحديده؟ ببساطة جدا السبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. يعني انت لما بتيجي تتداول وتحدد صفقة وليكن على زوج زي زوج اليورو دولار، هتلاقي عندك سعرين، سعر لو هتشتري وسعر لو هتبيع. الفرق بينهم ده بقى هو السبريد، وده هو العمولة اللي بتاخدها الشركة على كل صفقة ليك. طيب ازاي بقى بيتم تحديد السبريد ده؟ السبريد بشكل عام بيتحدد بناء على السيولة. يعني ايه؟ يعني لو العملة دي او السلعة دي السيولة بتاعتها كبيرة او معدل التداول عليها كبير، في الوقت ده هتلاقي ان السبريد بتاعها قليل جدا، على العكس في الازواج او السلع اللي التداول عليها بيكون كمياته قليله هتلاقي ان السبريد بتاعها يعتبر كبير جدا. بمثال بسيط، لو انت بتتداول على زوج زي اليورو دولار او زوج زي الباوند دولار، فالازواج دي فيها اهم عملات وبالتالي السيوله بتكون مرتفعه عليها طول الوقت، فهتلاقي ان السبريد على اليورو دولار او على الباوند دولار منخفض جدا. على عكس لو بتتداول على زوج زي الباوند نيوزيلندي هتلاقي ان دايما السبريد بتاعه يعتبر عالي جدا لان السيوله عليه قليله. ومش بس السيوله هي اللي بتحدد الحركه دي او معدل السبريد ده، كمان في الاوقات المختلفه، وده بيكون على بناء على السيوله برضه. يعني مثلا لو انت في اوقات الاسواق فيها او بعض الاسواق فيها في اجازه، معنى كده ان السيوله منخفضه، هتلاقي ان السبريد بيعتبر عالي جدا. في اوقات افتتاح واغلاق السوق برضه السيوله نوعا ما بتكون منخفضه، فهتلاقي ان السبريد عالي جدا. في اوقات الفتره الاسيويه او الجلسات الاسيويه، لو انت بتشتغل على ازواج مش موجوده في الجلسه الاسيويه، هتلاقي ان السبريد فيها عالي. فباختصار السبريد بيتحدد بناء على السيوله الموجوده في الاسواق. لو السيوله عاليه على الاداء الماليه هتلاقي ان السبريد قليل، لو السيوله منخفضه هتلاقي ان السبريد عالي.